انت اللي بيضايقك يا مدير اكتر مش ان انت فكرتك اترفضت او توجيهاتك ما اتنفذتش قوي زي ما انت عاوز. انت اللي بيضايقك اكتر السؤال اللي بتسأله لنفسك بعد ما بتخرج من الموقف ده: هو انا ماشي صح ولا ماشي غلط؟ هو انا محتاجة اتعلم حاجة جديدة، ولا اللي انا اتعلمته ده مالوش فايدة عشان باجي اطبقه ما بلاقيش النتيجة اللي انا عاوزها؟ فاللخبطة والتشتت دي واللي انت صح ولا غلط هو ده اللي بيضايقك اكتر ما انت ما بتتضايق من ان فكرتك اترفضت او توجيهاتك ما اتنفذتش. انت محتاج تعرف الطريق الصح. مجرد اللي انت تطمن ان في طريق صح هيوصلك، ده لوحده هيشيل من عليك نص التوتر والقلق والاحباط اللي انت فيه. طب ده بيحصل ليه اصلا؟ لان انت لما بتحب تتطور في مهارة معينة وخصوصا في مهارة الاقناع بتروح تتطور على مستوى النولج والاستراتيجيز والفريم ورك، وبتنسى ان في مرحله مهمه قوي هي مرحله الاستعداد النفسي وانت داخل